السلام عليكم متابعين الحلوين في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة هنعمل البسكوت الاقتصادي اللي مش بياخد مننا وقت، وهنعمله بالكتير من اول ما بنبدأ فيه لحد ما بنخلصه مش هناخد نص ساعة. تمام. والنتيجة بتاعته جميلة وهيفرحنا وهيفرح ولادنا، وكل اللي هياكله هيعجبه. ناكله مع شاي بلبن او شاي، يعني حاجة نفرح بيها ولادنا في العيد. يلا نشوف هنعمله ازاي. انا عندي المكونات بتاعتي. عندي كيلو دقيق متعدد الاستخدامات منخول، وعندي كوباية ونص سكر وثلاث بيضات وربع كوباية نشا ونص كوباية عصير برتقال وفانيليا وبيكنج باودر وكوبايتين زيت ومعلقتين كبار خل. دي كل المواد اللي احنا هنستخدمها. وعندنا كمان بشر برتقال معلقة كبيرة. اول حاجة هجيب شفشق الخلاط او دورق الخلاط على حسب ما بنسميه، وبحط السكر، وبعدين بحط معاها بقية المواد السائلة. هنا حطينا الزيت، وبعدين هحط البيض، بعد البيض على طول هحط معلقة كبيرة فانيليا ومعلقتين الخل. هما الفانيليا والخل بالمعلقة الكبيرة اللي احنا بناكل بيها. وبعدين كمان هحط معلقة بشر البرتقال. بنكون بشرين البرتقال بالمبشرة الناحية الرفيعة. انا عشان كده حطيناهم كده اول حاجة. وبعدين هاخد المواد الجافة كلها هحطها على الدقيق اللي هي معلقة كبيرة بيكنج باودر والنشا، وهقلبهم مع بعض تقلبتين تلاتة كده لحد ما كل المكونات تتجانس مع بعضها. وبعدين هروح اخلط المواد السائلة مع السكر. انا عشان الشفشق بتاع الخلاط او الدورق مش كبير، حطيت اول حاجة السكر والزيت والبيض والفانيليا والخل، وهضربهم مع بعض وهنقص نصهم، وبعدين احط البرتقال. كده انا شلت النص وهنزل البرتقال. انما لو عندكم الخلاط كبير مفيش مشكلة، هتحطوا كل المكونات السائلة مع بعضها مرة واحدة مع السكر، وتضربوهم لحد ما السكر يدوب خالص ويبقى الخليط ابيض كده. هنروح مفضيينه على الدقيق. خلاص فضيناهم كده على الدقيق. هنصفي الشفشق كويس او الدورق. بالظبط مش هتاخد مننا العجن بتاعها 5 دقايق بالضرب في الخلاط بكل الحاجات دي. مش هتاخد 5 دقايق. هنا انا مش بعجن، انا بخلي الدقيق يختفي بس، يعني بفضل بقلب فيها مش بعجن. شايفين انا بصوابعي كده بقلبها عشان الدقيق يتجانس مع الخليط اللي احنا عاملينه بس. يعني بنلم الدقيق. في الاول هنلاقيه بيلزق في ايدينا، شايفين الطبق عامل ازاي وايديا متلزقة، بس بعد شوية هنلاقيه الطبق بقى كل الخليط اتعجن مع بعضه بقى قطعة واحدة، وما ايديا مش ملزقة ولا اي حاجة. لو لقينا العجين ملزق قوي، شايفين بقى شكله ازاي، لو لقيتوه ملزق حطوله معلقة دقيق بس. هنا خلاص انا خلصت. هجيب الكيس الحلواني وهحط فيه العجينة دي. ممكن بالكيس الحلواني نقطعها، ده الطريقة اللي احنا بنمسكه بيها الاول كده، وبعدين ننزل العجينة للاخر ونفضل نضغط عشان نطلع الهواء. واول ما نبدأ نقطع على الصواني اللي احنا بنسوي فيها. العجينة دي ممكن نقطعها بالكيس الحلواني هتبقى تمام. ونعمل الطول ده بيبقى على حسب الذوق بتاعنا. انا مش بحب البسكوت كبير، بحبها صغننه كده عشان اللي ياخد واحده يخلصها. ده احنا اول حاجه عملنا الشكل ده بالكيس الحلواني. انا لقيته يعني بالسكينه لما هقطعه هيكون متساوي احسن، عشان كده بستخدم السكينه. بس هو انا بعمل كده بالراحه عشان التصوير، انما لو مفيش تصوير هيبقى بسرعه وهنخلص على طول.
خلاص كده هنخلص بقية التقطيع ونوري لكم الشكل النهائي للصينية. ده الشكل النهائي بعد ما خلصناها بالقمع ده، الشكل ده. والرسمة هتفضل زي ما هي. هنعمل شكل تاني بس ده بالقمع بتاع البيتي فور. برضو الشكل بتاعه مع ان الرسمة بتاعته بسيطة بس ما حصلوش اي حاجة لما استوى. شايفين انا برضو مش عاملاها طويلة، هي رفيعة، هتبقى شكلها نفس الشكل مش هيتغير كتير من الرسمة، مش هتشيل. كده خلصنا الصينية. بعدين هنعملها تاني عشان اللي عاوز يقطع بالقطاعات. جبت حتة عجينة وعملتها كورة، وجبت كيس بلاستيك وفردت عليه، بططتها كده، وبعدين بالنشابة هنفردها وهوريلكم السمك بتاعها هيكون عامل ازاي. نفردها رايح جاي وبعدين بالعرض، عشان لما بنعمل كده بتبقى الحتة اللي في النص عالية والحتت اللي حواليها يعني مش كلهم بنفس الاتجاه، فلازم نعملها بالطول وبالعرض. ايوه شايفين كده عشان تبقى كلها مظبوطة. وبعدين بنجيب الاشكال اللي احنا عاوزينها، ولو ما عندناش اشكال ممكن نقطعها بالسكينة ونخرمها بالشوكة، هتبقى 100 فل و14. شايفين السقم كده؟ هو كده تمام. انا جبت هنا عندي قطاعة دايرة، شكل الدايرة بقطع بيها، وبعدين هجيب الشوكة واعملها كده، بتبقى زي البسكوت الجاهز. والله لما ولادي شافوها قالوا لي احنا مفكرين ان هو ده جاهز. ودي القطاعة بتاعت او المنقاش بتاع الكعك، بس انا مش حاطة فيه الوش برضو عشان اعملها بالشوكة، بقت مربعة كده. بشيلها وبحطها كده، وبعدين بجيب الشوكة بخرمها بيها، بتبقى زي البسكوت اللي بنشتريه للولاد الجاهز. برضو التنقيطة دي مع ان هي بسيطة مش بتضيع. عندي مسخنة الفرن على 180، مش بتاخد 10 دقايق وتستوي. الصواني مش بندهنها لان الزيت اللي فيها مش بيخليها يلزق البسكوت. شايفين كده شكله مستوي من تحت، اللون بتاعه جميل، مع اني والله الكاميرا كمان ظلمه اللون بتاعه. شايفين؟ هنفتحه دلوقتي من جوه مستوي ومن بره لونه جميل. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وكومنت حلو زيكم، وتعملوا شير عشان صحابكم يشوفوا الوصفة، واشوفكم في وصفة جديدة بإذن الله.